أكيد جه في بالك يوم إن يا سلام لو أرجع بالزمن وأعمل أكيد هاقدر أحل مشاكلي، هاتصرف في موقف معين بشكل أحسن، هاعرف أرد الرد اللي جالي بعد الخناقة ما خلصت أصلا، هتخصص في حاجة غير الطب، ما هو 7 سنين كتير برضه، هستثمر في الكريبتو وهبقى غني قد الدنيا. لكن إيه اللي هيحصل فعلا لو سافرت بالزمن للماضي؟ الحقيقة إنك لو سافرت بالزمن للماضي ممكن ما تتولدش في المستقبل لأنك هتغير ترتيب الأحداث. يعني تخيل مثلا إنك سافرت في اليوم اللي أبوك وأمك اتقابلوا فيه مع بعض، حاجة كده سمير وشهير وبهير، وحاولت تلعب بالأحداث عشان ما يتقابلوش. كده أنت فعليا بتدمر المستقبل، لأن هيترتب على الأفعال اللي أنت عملتها دي أحداث تانية خالص. بس المفاجأة إن في علماء عندهم وجهة نظر تانية. تخيل مثلا أنت سافرت بالزمن للماضي ورحت خلصت على جدك، ورحت للمستقبل لقيت برضو نفسك عايش مع نفس الأسرة اللي أنت كنت عايش معاها، بس الاختلاف إن هم اتبنوه. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الزمن عاد تشكيل نفسه بحيث إن يلاقي حل يحافظ على وجودك دلوقتي. يعني لو كنت خلصت على جدك ده معناه ببساطة إنك مش هفيده من الأساس، وإنك جيت للحياة دي بطريقة تانية زي التبني مثلا. لو عجبك الموضوع ده متنساش تخش عندنا تشوف باقي المواضيع هتعجبك برضو، واستنانا في الجديد. سلام.